أعزائي المشاهدين، قناتنا قناة بشمخ الفضائية. حمد الحمدان أخو سعداء سعدان أخو جابر كاظم المحان شاتي أراضي الفزع عن يونس محمود يتقدم من بعيد عن نادر جمال خلوه لعدة أسباب. السبب الأول متفرع، والسبب الثاني متشعب، والسبب الثالث له علاقة قوية ما بين الأطراف السياسية قامت على أساس أن النخبة العراقية جزء لا يتجزأ من الفدرالية. هل هنالك أمور أخرى وخطيرة ضد الدولة التي جاءت بالتمر البصري الذي زرعته بالمحمودية وسبب فتنة طائفية بأبو غريب بعد تشكيله لجان طبية؟ زوروا موقعنا على الإنترنت www.yahoo.منو. قناة بشمخ الفضائية تقدم لكم الأشياء المأكولات مثل الفلافل بالدين الحر اللي يسوي جلطات دماغيه وصفنات قويه. هل هي يا ترى هي جزء لا يتجزا من هذه الحكومه؟ بي بي سي. اعزائي المشاهدين، انا حمد الحمدان اخو سعداء سعدان اخو جابر كاظم المحان شاتي اراضي الفزع. حقيقه حققت الانجازات الكثيره خلال تصورات المشهد السياسي وبعض الانبعاجات النفسيه وبعض الامور الماديه والمعنويه، على اساس ان هنالك امور كلش مهمه يتطلب من عندنا نشرحها بصوره مختصره مفيده. لكن في برنامجنا الاخير انا اعتقد ان كانت الثوره هي متماسكه فيما بينها، فيما ان العلاقه كلش قويه خاصه في ايام التعظيم وايام العلاقه الزوجيه ما بين الاطراف السياسيه. راديو متكرر احمد صبري قدم الكثير في سبيل تحرير فلسطين من العلاقه الديمقراطيه، وان شاء الله يعني كما يعبرون عنا باللغه العربيه الفصحى ايها الشعب العظيم. قاومنا عده مرات احنا حقيقه بعده مناسبات رسميه، من خلال اكو بعض الامور احنا بالانتخابات، وان شاء الله الانتخابات المقبله هي جزء لا تتجزا من الفدراليه. احنا قدمنا لكم الكثير في سبيل البطاقه التموينيه وبطاقه الحصه التموينيه، راح نغير من عدم وجودكم وان شاء الله الحمد لله اشكر بكسالك من اليوم. فالمساله مساله مبدا، المساله مساله عقيده، المساله مساله واقع حال. نرجع الى الظرف الاول اللي هو كان موجود. طبعا عندنا عده حالات، الحاله الاولى بمستشفى الكندي، والحاله الثانيه بالمستشفى الشوادر، والثالثه راح تستقر بالنجف، وان شاء الله مستمره الحاله عده حالات ان شاء الله. فما انا ينبغي نتحدث عنها بالوقت الحاضر، وهذا جانب ديمقراطي. اما بالنسبه للفدراليه ما تتصور توصل الى مرحله عده مراحل. الحمد لله والشكر. انا شوف يعني اسولفك سالفه قبل 10,000 سنه بمعركه بدر الكبرى صارت طبعا شلون انت ما تعبر عنها بالفجوه داخل المسلمين، عندما افتر احد القاده الكبار افتر الجبل وقال راح نوص عليكم، ودخل بها ابو سفيان جاب له شده وزعها على الفقراء، واللاصق عافوا النبي وحده مجرح ومصوب. اسبابها كانت كثيره والحمد لله اشكر ربك سهله. بس ان شاء الله ان شاء الله نتمنى السعاده لهذا الشعب، وانا اتمنى منكم انتم اخواني كشعب تنتخبون قائمتنا قائمه ابو سعد الانتقاليه تنتقل بكم من مكان لاخر، ومقبلين على شهر رمضان المبارك و17 تموز المجيده. هي حقيقه قياده كلش قويه، وانا اتصلت اتصال مباشر ويا احد المؤمنين وطبعا جاوبني بالسؤال كان محرج كلش هواي. بس ان شاء الله يقول له الو ابو حمد الله يساعدك حبيبي شلونك بقى بحياتك، فلحظه خليك فيها راح اخبرك على الاثير. ابو سعد الله يساعدك حبيبي شلونك بقى بحياتك، عيدك مبارك يومك سعيد، كل عام وانت بخير. قال لك المرحوم توفى شو محدث عليه الاربعينيه شوكت بعد سنه ايش عجب شو مستعجلينها على مود اللطيفه سنه لكم ماريه ويا هشاميه قالت انها هي طلعت على الناصريه. انا قضيه شباب فلسطين ما راح تنحل، انا ما دخل بيدور على خارطه عندي ان شاء الله مو اليوم باشر عقب الظهر المغرب تعالوا لنا. صدق كذا ما صار لك سمعت خبر انا قالوا الحجي صار فيها جلطه قويه صدق والله. انا فرحت من كل قلبي قلت بلكي حصل له ورث شيء هاي حتى لو طرقم من النعال مالهم بالاصبع هي من هذا القديم عتيه. اقول لك تحيات نقلل لها رحمه الله على ولدك والله ما تقصر بارك الله بيك. انت منو؟ هاي عفوا الرقم غلط انا اسف يابا اعتذر عبالي قرايبنا هذا طلع صدق كذب وقلت له ويا لي الفاتحه يلا انا اعتذر يابا. نرجع بعد الفاصل. اخواني انا احب اشرح لكم الحاله لعده حالات والحمد لله والشكر ربك سهلها وان شاء الله العمليه موجوده. هو راح يصير يطلعون العظم الغضروفي والعظم البيولوجي والسايلوجي، وهناك عندنا طبعا سايلو كلش قوي تقدرون تراجعون التجنيد من خلال المساله مساله مبدا ان شاء الله. راديو متكرر احمد صبري. قامت الحكومه العراقيه بالقاء القبض على بعض العناصر العظامه في المناطق الشعبيه مما اثار حفيظه الراي العام واهل العزاء. هل يا ترى للعظامه الخطه الامنيه الجديده باتخاذهم الاطفال كدر عن بشري للذهاب الى الجذور يروحون الطباخ يدسون بيرحم الله يقطعون شويه حمايه للجهال. بي بي سي القاهره. راديو دجله الفرات خصخص.